منذ أيام عمنا حسن حمدي رئيس النادي الأهلي في مؤتمر صحفي مضحك جدا. الراجل وجه كلمة للأمة فكرتنا بالخطابات الأخيرة لرؤساء دول الربيع العربي، وأحلى ما جاء في هذه القعدة يا سادة هو تأكيد أبو علي أنه ما كان ينتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة حتى لو تم إلغاء بند ال8 سنوات، وأنه قرر الاعتزال وترك العمل العام، وافتكر فجأة المبادئ وترك الفرصة للشباب والاكتفاء للسنين اللي قضاها يخدم الأهلي وبالمرة يتحامى فيه ويأمن نفسه. الكل عارف ان المؤتمر ده جه بعد ما فقدوا الأمل في قصة ال8 سنوات، وبعد ما تأكد حمدي ورفاقه بأن كل شيء انتهى. كل شيء انتهى ما عاد ينفعك العذر، انقفل باب المودة لا تحاول تفتحها. كل شيء انتهى ما عاد ينفعك العذر، انقفل باب المودة لا تحاول تفتحها. عارفين يا جماعة حسن حمدي ده كابس على نفس الأهلوية من 2002، 11 سنة رئيس، وكام سنة قبلهم نائب، وكام سنة أمين صندوق، وكام سنة إداري ومدير كورة، يعني إجمالي من 40 ل 50 سنة مناصب، وفي الآخر ماشي بالقوة والإجبار وغصب عنه مش بخطره. يا أخي كفاية بقى، مع السلامة. والله ومليكم علي حلفان، لولا بند ال8 سنوات ما كان الراجل ده ساب الأهلي ولا حتى بالطبل البلدي. يسيب ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده لولا النادي العظيم ده كان زمانه في خبر كان. وان كنت ناسي اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا. إن كنت ناسي أفكرك يا مكان غرامي غرامي غرامي، بيسهرك وإن كان بيعادي، بيحيرك 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 وإن كنت ناسي أفكر. والكارثة ان في ناس لسه فاكرة انها ممكن تحصل على ثقة اعضاء الاهلي تاني. الناس دي عايشة جانب كبير من الوهم في غرفها المغلقة. يعني ما ينفعش اللي قال سوف اعتزل العمل العام نبص نشوفه رئيس لشركة الكرة في الاهلي، او حتى يخرج علينا مساندا لجبهة انتخابية دون الاخرى. اللي اعتزل يلزم بيته ويسيب الجمعية العمومية تقول كلمتها للأصلح. مفيش امان تاني لكل الوجوه القديمة. محاولات ومحاولات عشان ما يسيبوش مناصبهم، ويوم الرحيل بالقوة
عايزين يتشرطوا على الجمعية العمومية، وقال ايه؟ سيساندون من يرون انه يخدم النادي. يخدم النادي ولا يخدم المصالح ويحط الناس على الكراسي؟ عايزين يجيبوا مجلس محلل حتى لا تضيع المنافع، وكأنهم بيكلمونا بلغة البتاع، عشان اعضاء الاهلي خلاص ما يعرفوش ايه اللي مستخبي تحت البتاع، وان في امور تانية لو ظهرت هتخلي الجميع يروح في البتاع. وعلى رأي عمنا احمد فؤاد نجم، اصل البتاع في البتاع والناس يجي لها ذهول. وبعد فتح البتاع جابوا الهوى المنقول، نكش عشوش البتاع وهد كل اصول، وفات في غيط البتاع قام سمم المحصول، وخلى لون البتاع اصفر حزين مهزول، وساد لون البتاع ولا عله ولا معلول، فالقاضي تبع البتاع فالحق على المقتول. الجهل زاد في البتاع ولا مقري ولا منقول، والخوف سرح في البتاع خلى الديابه تصول. يبقى البتاع في البتاع والناس صايبها ذهول، والحد قال ده البتاع يقولوا له مش معقول. وناس تعيش بالبتاع وناس تموت بالفول، وناس تنام على البتاع وناس تنام كشكول. ادي اللي جابوا البتاع، جاب الخراب مشمول، لان حته بتاع مخلب لراس الغول، باع البتاع بالبتاع، وعشان يعيش على طول عين حرس بالبتاع وبرضه